ازيكم يا شباب؟ إيه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد انقطاع طويل بتسجيلي في الفيديوهات، حبيت ان انا اسجل الفيديو ده عشان نراجع مع بعض كده النيورال نتورك ونستعد ليها للميد. تمام؟ تمام. في الأول قبل ما أبدأ بس الفيديو، أكيد مش هشرح كل السلايدات. السلايدات النظر اللي فيها معلومات نظرية ه... مش هنتكلم عنها. الحاجات اللي محتاجة فهم زي المسائل وكده أكيد هنتكلم عنها في الفيديو ده. تمام؟ تمام. جاهزين؟ يلا بينا. يلا بينا. طيب، في الأول جزئية الهيستوري دي مش مهمة قوي، بس أهم حاجة فيها إنك تعرف إن في مشكلة كانت مشكلة الإكس أور، ما كانوش عارفين يعملوا لها نيورال نتورك. تمام؟ فاكتشفوا الحل إنهم يعملوا إيه؟ إنهم يعملوا multiple layer. تمام؟ يعني كان في مشكلة اسمها إكس أور، حلوها بإنهم عملوا إيه؟ multiple layer للنيورال نتورك بتاعتهم. تمام؟ تمام. الحاجات دي مش مهمة أوي برضو، الحاجات دي نذاكرها برضو، الحاجات دي برضو. الرسومات احنا بس ايه نعرف المسميات. تمام؟ يعني نعرف دي اسمها ايه، دي اسمها ايه، المسميات. تمام؟ لكن تفاصيل ما اعتقدش. تمام؟ بس طيب، والحاجات دي برضو مهمة أكيد، والحاجات دي برضو. تمام. هنبدأ من أول فين؟ نبدأ من أول هنا، الرسمة دي والرسمة دي. الرسمة دي اللي هو إن إحنا عاوزين نعمل زي البيولوجيكال نيورون أو الخلية العصبية بتاعت الإنسان، بس أكيد إيه مش هنعرف نعمل زيها. تمام؟ إحنا بنحاول حاجة اسمها artificial نيورون. تمام؟ تمام. نبدأ من أول فين؟ نبدأ من أول هنا، الرسمتين دول أوضح هنا. تمام؟ تمام. هنا في النيورال نتورك بيقول لنا بس مسار الفورورد بيبقى ازاي. اول حاجه بيبقى عندنا لاير، اللاير اللي في النص اسمها هيدن لاير. تمام. بنمشي ازاي فورورد؟ بنضرب كل اكس في الويت بتاعته، كل اكس في الويت بتاعته، كل اكس في الويت بتاعتها، ونجمعهم مع بعض هيطلع لنا نتيجه معينه اسمها مثلا A. تمام. ال A دي، الناتج ده هنحطه في اكتيفيشن فانكشن اسمها سيجمويد، وهنتكلم انواع الاكتيفيشن فانكشن ايه. تمام. هنحط الناتج ده في الاكتيفيشن فانكشن اللي اسمها سيجمويد، هيطلع لنا ايه؟ الاوتبوت اللي هو الزد. تمام. طب وهكذا برضو هنا، يعني الخطوتين دول هم الخطوتين دول، هيجمع الويت مع الاكس وهيدخلها جوه الاكتيفيشن فانكشن. تمام. تمام. طيب، في ال decision bound هنا بيقول لك ان كل ما تزود عدد اللاير كل ما كان احسن، بس بشرط انك تعرف تدربهم، عشان لو ما عرفتش تدربهم آه ملهاش لازمة انك تزود اللاير. تمام. تمام. طيب، يعني مثلا هنا الصفر هيدن لاير. تمام. مجرد انبوت واوت. تمام. ودي ينفع مع حاجتين، الاند والاور. تمام. دول ما عندهمش هيدن لاير، يا دوبك انبوت اوت. تمام. تمام. لما ازود هيدن لاير في النص بقت شكلها ايه؟ بيعرف شوية، بقت احسن شوية من ايه؟ من دي، يعني دي مش عامل لها كلاسيفاير كويس. تمام. لما ازود هيدن عمل كلاسيفاير احسن، لما ازود هيدن كمان عمل كلاسيفاير كويس خالص، هتلاحظوها في الشكل ده. تمام. تمام. نيجي بقى ايه، الرسمة دي هي اللي احنا قلناها، بس اختلاف بس
ان احنا بعد ما نوصل لهنا، بعد ما نجيب الاوتبوت اللي هنا، بنجيب حاجة اسمها اللوس فانكشن او الكوست فانكشن او الايرور فانكشن، نفس المسمى. تمام. اللي هي الواي فيها واي وواي استرك. ايه الواي دي؟ الواي دي اللي احنا جبناها من النيورون او النيورال نتورك. تمام. والواي استرك، الواي استرك اللي هي القيمة اللي موجودة معايا في الداتا سيت، الاوتبوت اللي موجود معايا في الداتا سيت او القيمة الصح. لكن الواي دي القيمة اللي طلعتها من النيورال نتورك او البريدكتيف. تمام. تمام. ماشي. هنا بيتكلم عن السيجمويد. هنا لو ادانا شكل زي كده، وادي الاكس وادي الويت بتاعته وادي النيورون. بنضرب كل اكس في الويت بتاعته، كل اكس في الويت بتاعتها. بعد كده الناتج ده هندخله جوه الاكتيفيشن فانكشن عشان نطلع ايه؟ الاوتبوت. تمام. تمام. طيب بنتكلم بعد كده عن السيجمويد والتانش والريلو. تمام. الحاجات التلاتة اكتيفيشن فانكشن دول هم اللي مهمين وهم اللي لازم ايه؟ نعرفهم. تمام. الريلو تاخد يا اما صفر يا اما القيمة. لو القيمة اكبر من يعني بوزيتيف بتطلع القيمة دي، لو القيمة نيجاتيف بتطلع ايه؟ صفر. تمام. تمام. وبعد كده بيقول لنا حاجة ان الريلو احسن من التانش والتانش احسن من السيجمويد. يعني ريلو احسن حاجة، السيجمويد اوحش حاجة. بس ماشية ايه؟ تدريج كده. هنا الريلو، هنا التانش، هنا السيجمويد، من الأحسن للأوحش. تمام؟ تمام. في معلومة هنا برضو وهنتكلم عنها قدام خالص، يعني في آخر السلايدات كده، إن ليه أي activation function مش بيبقوا أو مش بيبقوا linear. يعني ليه أي activation function لازم تبقى non linear؟ ليه ما ينفعش تبقى linear؟ عشان لو linear هتفاضلهم، يعني هتفاضل اللاير بالنسبة لللاير التانية وهكذا وهتجمعهم، والناتج هيبقى زي ناتج أي لاير أنت عملته. فكأنك ال1000 لاير كأنها لاير واحدة. تمام. أما النون لينير لما تعمل لها تفاضل وتجمعهم صعب إنك توصل لنفس شكل أي لاير أنت قابلته. تمام. تمام. فملخصا إن الأكتيفيشن فانكشن لازم تبقى إيه؟ لازم الاكتيفيشن فانكشن لازم تبقى نون لينير. تمام. والريلو والسيجمويد والتانش نون لينير. تمام. تمام. وهنعرف ده قدام، هنفهمه بشكل افضل قدامي. طيب نيجي بقى ايه؟ نتكلم عن التشين رول. تمام. والباك بروباجيشن والفورورد بروباجيشن عشان كلنا او اغلبنا بنتلخبط فيه. تمام. تمام. في الاول ان الكلام ده يعني ده كلام عام بالرموز وكده. تمام. مش للنيورال نتورك او ما تخصصتش للنيورال نتورك او مش هي دي اللي هنحل بيها. تمام. فنقدر نسكيبها، مش هنحتاجها، وايه ونركز على السلايد ده. السلايد ده يمكن اهم سلايد. طيب بالراحة واحدة واحدة. احنا قدامنا ايه؟ قدامنا ادي نيورال نتورك، ادي الاكس وادي الويت، ادي الاكس وادي الويت، الاكس والويت. تمام. تمام. اول حاجة هنمشي فورورد، بعد كده ايه؟ نمشي باكورد. طيب بنمشي فورورد ازاي؟ قلنا اول حاجة نضرب كل اكس في الويت بتاعته، كل اكس في الويت بتاعته ونجمعهم وهيطلع لنا الناتج. الناتج ده هنوديه
او هنستخدم في الاكتيفيشن فانكشن عشان نطلع ايه الايرور الاوتبوت قصدي. تمام. يبقى اول خطوه احنا بنجمع الاكس في الدبليو، الاكسات في الدبليو بتاعتهم، وبعد كده الناتج بنستخدمه في السيجمويد عشان يطلع ايه الاوتبوت ده اللي هي الواي، وبعد كده بنحسب الايرور. تمام، او الكوست فانكشن او الايرور. تمام. ازاي بالمعادله دي؟ المعادله دي مش هنستخدمها، بس هو هنا استخدمها في المثال ده. تمام. تمام. لازم نعرف حاجتين. الحاجه الاولانيه ايه هي الواي، ايه هي الواي استريك، وهي الواي احنا قلناها فوق بس ناكد عليها. الواي استريك اللي هي الاكتشوال اوتبوت، او الواي اللي موجوده في الداتا سيت الحقيقيه الصحيحه، الواي الصحيحه. تمام. اما الواي دي الواي اللي انا طلعت لي من النيورال نتورك، او الواي المتوقع، او الواي اللي انا توقعتها بالنيورال نتورك، او البريدكتد ايه اوتبوت. يبقى الواي دي الاوتبوت اللي في الداتا سيت، الواي دي الواي اللي طلعت من النيورال. تمام. تمام. فهنا ايه، بعد كده ودينا الايه، جبنا الواي، والواي دي هي الاوتبوت، بعد كده ايه بنحسب ايه الايرور. تمام. الرموز دي هتختلف بعدين قدام، يعني بعد كام سلايد كده هتختلف، فنثبتها ان العملية دي اسمها ان احنا بنعمل سميشن للانبوت، بنضرب كل اكس في الويت بتاعتها ونعمل سميشن. فأول حاجة بنعمل سميشن انبوت سميشن، تاني حاجة بنجيب الاوتبوت، تالت حاجة بنجيب ايه الايرور فانكشن. طيب خلصنا الفورورد، ان ايه، تعالى نشوف الباكورد. طيب الباكورد ايه لازمته؟ يعني ايه، ليه بنعمل باكورد اصلا؟ عشان ده، عشان ده اللي هو ايه تفاضل الايرور بالنسبة للويت. تمام. تمام. طيب ماشي. اول حاجة احنا عاوزين تفاضل الايرور بالنسبة للويت، اللي هو فين الايرور اهو، فين الويت اهو. عاوزين نوصل من هنا لحد هنا ازاي؟ بخطوات بسيطة. تعالى كده نركز مع بعض. تفاضل الايرور بالنسبة للويت هو تفاضل الايرور بالنسبة للواي، وتفاضل الواي بالنسبة للايه، وتفاضل الايه بالنسبة للويت اهي. تمام. بنمشيها كده اهو، حتى اهو تفاضل الايرور بالنسبة للواي، يعني تفاضل دي هي دي. تمام، مش لازم نعرفها أوي عشان مش هنستخدمها. تمام. وبعد كده تفاضل الواي بالنسبة للايه اهي، تفاضل الواي بالنسبة للايه، تفاضل الواي بالنسبة للايه اللي هي تفاضل السيجمويد اهو. وفي تفاضل تاني اسهل وهنستخدمه، مش ده. تمام. طيب وتفاضل الايه بالنسبة للويت اهو. يبقى تفاضل الايرور بالنسبة للويت هو تفاضل الايرور بالنسبة للايه، اللي هو عبارة عن تفاضل الايرور بالنسبة للواي وتفاضل الواي بالنسبة للايه. تمام. اهو عبارة عن دول معاهم تفاضل الايه بالنسبة للويت اهو. طب تفاضل الايه بالنسبة للويت، تفاضل الايه بالنسبة للويت اللي هو ايه؟ هنكتب الايه عبارة عن ايه؟ تفاضل الايه بالنسبة لويت معين. تمام. تفاضل الايه مثلا بالنسبة لويت واحد عبارة عن ايه؟ ادي الايه. تمام. ادي المعادلة بتاعت الايه، مش احنا بنجيب الايه بنضرب الويت واحد في الاكس واحد والويت اتنين في الاكس اتنين. تمام. تفاضل الايه بالنسبة لويت واحد. تمام. هنعتبر ان كل الترمز اللي ما فيهاش
ويت واحد دي بصفار، يعني كل ده اتشطب، باقي لنا ده. تمام، وده نعتبره ايه؟ ثابت. ويت واحد تفاضل ال A بالنسبة لويت واحد هو ايه؟ هو ال X واحد. تفاضل ال A بالنسبة لويت اتنين هو ايه؟ X اتنين. تمام؟ يعني تفاضل ال A بالنسبة لويت J هو X J. تمام؟ تمام. بس. وطبعا احنا قلنا احنا ليه يهمنا تفاضل الايرور بالنسبة للويت، عشان احقق المعادلة دي اللي هو الويت الجديد بيساوي الويت القديم في تفاضل الايرور بالنسبة ناقص تفاضل الايرور بالنسبة للويت. تمام؟ تمام، عشان اعمل ابديت للويت بس. تمام، فهمنا الباكورد الفورورد والباكورد بيجوا ازاي. تمام، فالفورورد اهو بنعمل انبوت سمشن، بعد كده بنجيب الاوتبوت، بنعمل انبوت سمشن، بعد كده بنجيب الاوتبوت، وبعد كده بنعمل ايه؟ بنجيب الايرور. طب تفاضل الايرور بالنسبة لويت هو تفاضل الايرور بالنسبة للاوتبوت، تفاضل الاوتبوت بالنسبة للانبوت سمشن، وتفاضل الانبوت سمشن بالنسبة للويت. تمام، يا ريت تحفظوها كده عشان ايه لو اتغيرت آه، الرموز تكونوا عارفين ايه الحاجات الثابتة دي. تمام. تمام، اهو حتى انا كتبت تفاضل الايرور بالنسبة للويت وهو تفاضل الايرور بالنسبة للاوتبوت، تفاضل الاوتبوت بالنسبة للانبوت سمشن، وتفاضل الانبوت سمشن بالنسبة للويت، بغض النظر عن الرموز عشان الرموز ايه ممكن تتغير. طيب دي برضو زي دي، بس دي زود هنا layer. تمام، زود هنا ايه؟ hidden layer. فهي يعني ادي الانبوت سمشن وادي الاوتبوت، وبعد كده انبوت سمشن واوتبوت وادي الايرور. يبقى هنا هنعمل ايه اللي لازمنا؟ تفاضل الايرور بالنسبة للويت ده، وتفاضل الايرور بالنسبة للويت ده اهو. تمام. تمام. طيب آه... تمام، معلومة بسيطة إن الواي بيساوي إكس زائد بي. الواي ده اللي هو قصدي البايس ده هو الجزء المقطوع من محور واي، لو بقي بصفر هيعدي بنقطة الأصل. تمام. تمام. طيب هنا بعتذر، هي هنا إكس يعني هي دي واي. تمام، ودي ده محور إكس وده محور واي. تمام. تمام. بس. طيب بعد كده ممكن يدينا رسمة زي كده ويقول لنا بقى تفاضل الايرور بالنسبة لويت معين. طيب الأول عاوزين نحل دي، هنحلها ازاي؟ الأول بس هي الرسمة دي فيها كام نيورون؟ فيها 5 نيورون. تمام، ادي 1 2 3 4 5، وده بايظ وده بايظ. تمام. تمام. طيب هو عاوز يجيب ايه بقى؟ هو عاوز يجيب تفاضل الايرور بالنسبة لويت 5. ازاي هنعملها؟ او بتساوي ايه؟ تعال من غير ما نبص. تفاضل الايرور، احنا بعد ما جبنا الزت او اللي هو الاوتبوت جبنا ايه؟ الايرور. طيب تفاضل الايرور بالنسبة لويت 5 هو بيساوي ايه؟ هو بيساوي تفاضل الايرور بالنسبة للاوتبوت، وتفاضل الاوتبوت بالنسبة للانبوت سمشن، وتفاضل الانبوت سمشن بالنسبة للويت. سهلة كده. تمام. تمام، اهو تفاضل الايرور بالنسبة ل W5 هو تفاضل الايرور
تفاضل الايرور بالنسبة ل W5 هو تفاضل الايرور بالنسبة للزت، وبعد كده تفاضل الزت بالنسبة للنت سي، النت اللي هو اللي داخل النت سي واحد في تفاضل نت سي واحد في ايه؟ في W5. تفاضل نت سي على W على تفاضل W5. تمام؟ يا رب تكون وضحت. طيب تعالوا بقى ايه نشوف كل واحدة بتساوي ايه، يعني تفاضل دي على تفاضل دي بيساوي ايه، وهكذا. تمام؟ عرفنا لما يقول لنا تفاضل الايرور بالنسبة لويت معين بنجيبها ازاي. طب تفاضل الايرور بالنسبة لويت 5 بيتجاب ازاي؟ هو بيساوي تفاضل الايرور بالنسبة للزت وتفاضل الزت بالنسبة للنت سي، ماشي، وتفاضل النت سي بالنسبة لايه؟ لدبليو 6. تمام؟ تمام. طيب تعالوا واحدة واحدة نعرف كل واحدة دي قيمتها ايه. طيب أول حاجة هنبدأ بالتفاضل الايرور بالنسبة للزت. تمام؟ تفاضل الايرور بالنسبة للزت هو الايرور احنا بنجيبه مين سكوير ايرور لو استخدمنا المين سكوير ايرور. تفاضلها ايه؟ هنفاضل المعادلة دي عادي، الاتنين تنزل، النص هيلغي الاتنين تنزل، واللي جوه القوس ينزل زي ما هو، في تفاضل يعني نزل الأس واطرح منه واحد ونضربه في مشتقة ما بداخل القوس. مشتقة ما بداخل القوس بالنسبة لزت عشان تفاضل الايرور بالنسبة لزت، تفاضل الايرور بالنسبة لزت، فهنفاضل ده بالنسبة لزت، يعني ده بصفر، تفاضل الزت بالنسبة لزت بواحد، فهتعتبر سالب واحد، فأهي. تمام؟ هندخل السالب ده جوه فهتتعكس، هتبقى زت ناقص تي. تمام؟ طيب أول حاجة هي التي والزت دول إيه؟ عشان بس ما نزغش. التي هي ال... ال... القيمة اللي موجودة في الداتا ست، القيمة الحقيقية. طب الزت القيمة اللي طلعت من النيورال نتورك. تمام؟ أو القيمة البريدكتد. تمام؟ هو هنا كاتبها بشكل مختلف إن التي هي التارجت اوتبوت، تمام، والزت هي الاكتشوال اوتبوت. تمام؟ فاحنا ممكن يعني ايه، احنا ممكن نمسحها، او يعني ما تاخدوش لبالكم منها قوي الكلام ده. تمام؟ و نشوف الحاجات اللي ايه اللي مكتوبة. تمام؟ يبقى التي اللي هي ايه؟ التارجت اوتبوت. التارجت اوتبوت اللي هو احنا عاوزين نوصل له او اللي موجود في الداتا سيت. الزت اللي احنا جبناه، الزت اللي هو الاكتشوال اوتبوت اللي احنا جبناه. تمام؟ تمام. فنلتزم بدي احسن ايه، احسن شويه عشان لما نتسأل عليها ما نتلخبطش. تمام؟ تمام. طيب فكده احنا حلينا تفاضل الايرور بالنسبه للزت بيساوي ايه؟ زت ناقص تي. تفاضل الايرور بالنسبه للزت هو زت ناقص تي. طيب تاني حاجه تفاضل الزت بالنسبه للنت سي. تفاضل الزت هو الزت اللي هو كان ايه؟ كان الاوتبوت. طب الاوتبوت اللي هو بنجيبه ازاي؟ بندخل الناتج بتاع الانبوت سمشن بندخله في سيجمويد فانكشن. يعني كأننا بنقول ان تفاضل السيجمويد فانكشن هو ايه. تمام؟ طب ادي السيجمويد فانكشن اللي بتطلع لنا الزت، تفاضلها بالنسبة لنت سي دي اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص، دي مش هنستخدمها، دي اللي هنستخدمها. تفاضل السيجمويد بيساوي زت
في 1 ناقص زد صريحة كده. تمام. فتفاضل الزد بالنسبة لنت سي هو زد في 1 ناقص زد، هي الزد اللي هو الأوتبوت. طيب تفاضل النت سي بقى بالنسبة لويت 5. النت سي اللي هو كان إيه؟ النت سي اللي هو كان بنضرب كل ويت في الإكس بتاعته. طب يعني بي واحد في دبليو أهو، أنا جايب الرسمة. يعني اللي هو عبارة عن النت سي ده اللي داخل ده هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن بي واحد في دبليو 5 وبي 2 في دبليو 6 والبي دبليو 3 اللي هو البايظ. تمام. طب تفاضل النت سي بالنسبة لويت 5. بالنسبة لويت 5 يبقى أي ترم مفهوش ويت 5 بصفار. الترم ده فيه ويت 5. طيب وده كأنه بثابت. تفاضل ده بالنسبة لويت 5 هو إيه؟ ده تفاضله ب1 وده هينزل زي ما هو، يبقى تفاضل النت سي بالنسبة لدبليو 5 هو B1 أو أوتبوت B1 اللي هو أوتبوت B1. تمام، اللي هو اللي طلع من هنا. تمام. تمام. طيب لو عاوزين تفاضل الايرور بالنسبة لويت 6 هيبقى ايه؟ هيبقى تفاضل الايرور بالنسبة للزد وتفاضل الزد بالنسبة للنت سي وتفاضل النت سي بالنسبة لدبليو 6. تمام؟ طب تفاضل الايرور بالنسبة للزد جبناها اللي هي زد ناقص تي. تفاضل الزد بالنسبة للنت سي اللي هي تفاضل السيجمويد زد في 1 ناقص زد. تمام. بعد كده تفاضل النت سي بالنسبة لدبليو 6 هو ايه؟ هو بالنسبة لدبليو 6 هو ايه؟ بي 2. تمام، هو الاوتبوت بتاع بي 2. ملاحظين حاجة ان ده ثابت، يعني ده اتكرر معانا تفاضل الايرور بالنسبة لدبليو. طب تعالوا كده نجيب تفاضل الايرور بالنسبة لبي دبليو 3. هيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفاضل الايرور بالنسبة للزد وتفاضل الزد بالنسبة لنت سي 1 وتفاضل النت سي بالنسبة لبي دبليو 3. تمام؟ اهو. طيب تفاضل الايرور بالنسبة لزد، تفاضل الايرور اللي هو ده، تفاضل الزد اللي هي السيجمويد اللي هو ده، تفاضل النت سي بالنسبة لبي دبليو 3. بي دبليو 3 لوحديها فتفاضلها بالنسبة لنفسها بيساوي 1. تمام؟ فكأنه ايه؟ الجزء ده بس يعني. طيب الجزء ده اتكرر هنا واتكرر هنا واتكرر فوق اللي هو ده. تمام. فالجزء الثابت ده اللي هو تفاضل الايرور بالنسبة للزد وتفاضل الزد بالنسبة للنت سي ده بنسميه دلتا زد. تمام. جمعناهم كده في متغير او في رمز اسمه دلتا زد. تمام. تمام. بس وادي ايه التفاضل اللي احنا جبناه اللي عمالين نفصص فيه اهو زي ما انتوا شايفين. اتمنى الباكورد يكون اتفهم، يعني اتمنى الباكورد يكون اتفهم. بس كده احنا ايه خلصنا الباكورد. هنا بس هو بيقول لك ايه؟ هنا بس بيقول لك لو عندنا حاجة زي كده وعاوزين تفاضل الايرور بالنسبة لدبليو 1 مسافة طويلة بقى أطول، هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن تفاضل الايرور
بالنسبة لزد، تفاضل الزد بالنسبة لنت سي، وتفاضل النت سي بالنسبة للأوتبوت بي، وتفاضل الأوتبوت بي بالنسبة للنت بي، وتفاضل النت بي بالنسبة لدبليو واحد. تاني 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 عاوزين بس دي نكبرها شوية. ماشي. طيب تفاضل الايرور بالنسبة لدبليو واحد هو عبارة عن ايه؟ تفاضل الايرور بالنسبة للزد، وتفاضل الزد بالنسبة للنت سي، وتفاضل النت سي بالنسبة للأوتبوت بي، وتفاضل الأوتبوت بي اللي هو اللي طالع من ده بالنسبة لنت بي، وتفاضل النت بي بالنسبة لدبليو واحد. تمام؟ اهو حتى الحاجة مقسومة لنصين، اوتبوت وانبوت. يعني الاوتبوت اللي هي الاكتيفيشن فانكشن، والانبوت اللي هو ايه؟ او النت سي والاوت. اهو تمام. يبقى اهو تفاضل الايرور بالنسبة لدبليو واحد هو تفاضل الايرور بالنسبة للزد، وتفاضل الزد بالنسبة للاوتبوت سي، وتفاضل الاوتبوت. تاني معلش يا شباب. تفاضل الايرور بالنسبة ل واحد هو تفاضل الايرور بالنسبة للزد، وتفاضل الزد بالنسبة للنت سي، وتفاضل النت سي بالنسبة لأوتبوت بي واحد، وتفاضل الأوتبوت بي واحد بالنسبة للنت بي واحد، وتفاضل النت بي واحد بالنسبة للدبليو واحد. تمام؟ تمام. طيب دول احنا قلنا ان هما ايه؟ اللي هي الدلتا زد، اللي هي ايه؟ الدلتا زد. طيب ودي تفاضل النت سي بالنسبة للأوتبوت بي واحد هي الدبليو خمسة، عشان النت سي عبارة عن دبليو خمسة، النت سي عبارة عن دبليو خمسة في ايه؟ في بي واحد وحاجات تاني. فتفاضل النت سي بالنسبة لبي واحد هو الدبليو خمسة. تفاضل الأوتبوت بالنسبة للإنبوت، تفاضل الأوتبوت بالنسبة للنت بي، تفاضل الأوتبوت اللي هو ايه؟ هو السيجمويد، تفاضلها بزد في واحد ناقص زد. تمام. وبعد كده تفاضل الانبوت بالنسبة للويت. الانبوت ده كان ايه؟ كان عبارة عن ايه؟ النت بي واحد. نت بي واحد كان عبارة عن الاي واحد في الدبليو واحد، وده برضه. فتفاضل النت بي واحد بالنسبة للدبليو واحد هو ايه؟ هو الاي واحد. تمام؟ تمام. هي دي كانت المفروض ايه واحد في دبليو واحد، في دبليو، لا مؤاخذة يا شباب، في دبليو. تمام. تمام. بس فكل ما بنبعد احنا بنكتر عدد ايه؟ الترمات. بس خلاصة يعني اللي احنا عاوزين نوصل له من ده كله ان كل ما بنبعد كل ما بنزود عدد الترمات. طيب ماشي. ده مثال بالارقام بقى وكده. ده الفورورد وده الباكورد. هشرح بس سريعا احنا عملنا ايه. البي واحد، البي واحد النسبي واحد اللي هو ايه؟ هو هنحسبه ازاي؟ ده في ده، وده في ده، زائد ده.
تمام، نجمعهم مع بعض هيطلع لنا ايه؟ قيمة. القيمة دي هنحطها في السيجمويد هيطلع لنا ايه؟ القيمة دي اللي هي ايه؟ الاوتبوت بي واحد. تمام، وهكذا برضو في البي 2 والسي 1 والسي 2. تمام، وبعد كده الايرور. الايرور اللي هو ايه؟ الايرور القيمة اللي طلعت من القيمة اللي آه القيمة اللي طلعت من القيمة اللي آه السكوير، القيمة اللي موجودة في القيمة اللي أنا طلعتها. تمام، هنحسبها وإيه ونمشي. طيب الفورورد بقى، هنشوف أول حتة اللي هي تفاضل الايرور بالنسبة لل W5. تفاضل الايرور بالنسبة ل W5 هو تفاضل الايرور بالنسبة للسي واحد أو الأوتبوت سي واحد، عشان هنا مفيش زد. اوتبوت سي واحد وتفاضل الاوتبوت سي واحد بالنسبة للنت سي واحد وتفاضل النت سي واحد بالنسبة للW5. تفاضل النت سي واحد بالنسبة للW5 هو ايه؟ هو البي واحد أو الأوتبوت بي واحد اللي هو ده، اللي هو 70/20. تمام، بس ونفضل كده ايه؟ نكرر لحد ما نوصل للحاجة اللي هو عاوزها في السؤال. تمام، في مشكلة ظهرت اسمها مشكلة الفانيشنج جرادينت، ودي لما جبنا تفاضل الايرور بالنسبة ل W1 اللي هي كانت المسافة بعيدة، بصوا الايرور أو بصوا الويت كان بيتحدث بمقدار كام؟ مقدار صغير خالص، 0.004. طب لو الويت 5 مثلا، لو الويت نص، هل القيمة دي هتأثر في النص؟ حتى لو لفينا كتير لا. طب لكن بصوا الايرور بالنسبة ل W5 اللي هو كان الطريق الصغير. تمام، بصوا بيأثر عليه ايه؟ بمقدار أكبر، 1/10. فده ايه؟ هيأثر. فهي دي مشكلة الفانيشنج جريدينت. تمام. تمام، بس وده الكود. الأكواد طبعا مش هتيجي في الميد، مش هتيجي. وبعد كده ده مثال تاني، بس هو كاتب الفورورد كاتب الباكورد، تقدر ايه تريح عليهم عشان لو جه ايه اي حاجة زي كده، واكيد هيجي حاجة زي كده تعرف ايه تجاوب عليها. تمام. تمام، طيب ماشي. بعد كده الجزئية دي، ده بقى الجزء التاني من الفيديو اللي هنتكلم فيه عن الأوفر فيتنج وكل الحاجات اللي تحت الريجولاريزيشن والباتش والميني باتش والمومنتم والكوست فانكشن وكمان السوفت ماكس وكل الحاجات دي. تمام. تمام، طيب أول حاجة الأوفر فيتنج. إيه هو الأوفر فيتنج؟ الأوفر فيتنج معناه إن النيورال نتورك دخلت في إنها تحفظ مش تفهم. يعني هي بتحفظ ده زائد كذا، يعني كذا زائد كذا يدي كذا، كذا زائد كذا يدي كذا. لو ادينا لها كذا زائد حاجة مختلفة مش هتعرف تطلع لنا الاوتبوت، او تطلع لنا اوتبوت فيه ايرور كبير. تمام، زي كده واحد بيحفظ جدول ضرب واديته رقمين مش حافظهم، هل هيعرف يجاوب؟ لا، مش عارف يجاوب. تمام. تمام، بعرف ازاي ان النيورال نتورك دخلت في اوفر فيتنج؟ لما الاقي ان التريننج كويس والتستنج وحش. يعني التريننج كويس خالص ماشي كويس، ولما ادخل في مرحلة التستنج يبقى ايه؟
يبقى وحش. تمام. طيب بعالج الكلام ده ازاي؟ بعالجه بحاجة اسمها دروب اوت لاير. لما اعمل تريننج، تمام، لما اعمل تريننج بحط دروب اوت لاير. دروب اوت لاير دي بتعمل ايه؟ مثلا انا عندي 4 انبوت، ادخل 2 انبوت واطلع الاوتبوت بناء على الاتنين دول، ومرة تاني ادخل الانبوت دي ودي مثلا، واخد قرار عليهم هما الاتنين بس. دي لو كانت مثلا نسبة الدروب اوت 50%، فهم 4 انبوت، ناخد 2 تمام. بس فباخد قرار على ايه؟ 2 انبوت مش كل الانبوت. تمام. تمام. بس فالدروب اوت لاير دي تبقى في التريننج مش في التستنج بس. اهو بنعالجها بالدروب اوت. طيب في حاجة تاني اسمها الريجولاريزيشن. الريجولاريزيشن دي ايه هي؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن ادي فانكشن بتطلع ايه؟ الخط الاحمر، وفانكشن تانية بتطلع ايه؟ الخط الاخضر. طيب وادي الانبوت، يعني ادي كانت الانبوت، تمام، وادي المعادلة اللي بتمر ايه عليهم كلهم. تمام، ده الخط الاحمر. طيب الخط الاخضر بتمر عليهم كلهم برضو، بس بالشكل ده. طب انا لو عاوز اكس هنا مثلا، هطلع منه خط مستقيم هيقابل هنا في الاحمر وهنا في الاخضر. انهي القيمة الاقرب للصح؟ القيمة الاقرب للصح هي دي، صح؟ عشان اهو القيمة الحقيقية اللي كانت في الداتا ست دي ودي، فمتوقع ان هي تبقى هنا مش تبقى هنا. تمام. طب ايه اللي بيخلي ده يبقى مش ايه اللي بيخلي ده يبقى اللاين بتاعه كده واللاين ده يبقى كده؟ مين اللي بيتحكم في كده؟ بيتحكم في كده هو الويتس او الكوفيشنت. الويتس لما تكون كبيرة او الكوفيشنت لما تكون كبيرة، اكس اس 4 50 اكس اس 4 ناقص 40 اكس اس 3، ده بيعمل لاين بالشكل ده. تمام. ولما تكون عاوز حاجة مش بيطلعها لك مظبوطة. طيب لكن لما الويتس تبقى صغيرة، نص، 1/10 كده، يبقى هتبقى ايه؟ حاجة كويسة، حاجة أقرب للصح. طيب ازاي نجبر النيورال نتورك إن هي تختار الحل اللي الويت بتاعتها قليلة؟ بنربع كل الويتس، يعني بنجمع الويتس كلهم واضيفهم على اللوس فانكشن او الايرور فانكشن. اهو بجمعهم واضيفهم على الايرور فانكشن. اهو مش ده الايرور فانكشن اللي هو مين سكوير ايرور؟ اهو بضيف عليهم ايه؟ الويتس. بربع الويتس وهجمعهم. اهو adding the sum of weights to the cost summation to the cost function. بجمع عليهم ايه؟ الويتس. هو ده ايه؟ الريجولاريزيشن. يبقى الريجولاريزيشن فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيخلي الويتس قليلة، اقل حاجة، او يعني بيخلي الويتس او بيضمن ان احنا نطلع ويتس قليلة. ازاي؟ ان احنا في الايرور لما نيجي نحسب الايرور نضيف عليها ايه؟ الويتس. الويتس عليها على ايه؟ على الايرور فانكشن. تمام. تمام. ده عشان اقلل ايه؟ اللوس فانكشن. طيب الاس جي دي والباتش والميني باتش. طيب الاس جي دي والباتش والميني باتش، قبل ما نعرف كل واحد، هو يعني ايه ايبيكو؟ او يعني ايه الكلمة دي؟ الكلمة دي بنلاقيها كتير
كود وكده. يعني ايه ايبيكو؟ ايبيكو يعني لو عندنا تريننج داتا فيها 1000 ويت، تمام، ال1 ايبيكو معناها ان هي هتلف على ال1000 ويت كلهم مرة واحدة، تمام. طب ال20 ايبيكو معناها ان هي هتلف على ال1000 ويت كلهم 20 مرة، تمام. تمام. طيب عشان هنستخدم الايبيكو ده في الاس جي دي والباتش والميني باتش. طيب الاس جي دي كل ويت هيحصل له ابديت بعدد الويتس بتاعة التريننج داتا. يعني لو عندنا 1000 ويت هيحصل ابديت 1000 مرة، ماشي، تمام كده، تمام. طيب الميني باتش هي الحتة دي في البي دي اف كانت معكوسة، فأنا صلحتها وهبعت لكم البي دي اف. طيب الميني باتش والباتش هو الويت عبارة عن الويت القديم في الليرنينج ريت كده في تفاضل الاي بالنسبة للويت ده، صح؟ طيب الميني باتش بقى لو عندي 1000 ويت وعاوز أحسب تفاضل الايرور بالنسبة للويت، تمام. لو عندي 1000 ويت في الباتش، نبدأ بالباتش. في الباتش أحسب التفاضل لكل الويتس، تمام. تمام كده، تفاضل الايرور بالنسبة أحسب التفاضل لكل الويتس وأجيب الافريج. إيه هو الافريج؟ اللي هو بجمعهم وأقسم على العدد، تمام. بعد كده هيحصل أبديت كم مرة؟ هيحصل أبديت مرة واحدة لكل الويتس، تمام. يبقى هنا في الباتش بيعمل ايه؟ بياخد ال1000 ويت يعمل لهم، يجيب لهم يحسب التفاضل ويجيب الافريج. بعد ما يجيب الافريج بيعمل ابديت للويتس مرة واحدة. يبقى كده التوتال هنا ايه؟ واحد ابديت. طب هنا بختار عدد معين. يعني ايه؟ يعني بختار السايز مثلا يكون 10، كل 10 ويتس هجيب الافريج ليهم واجمعهم. بعد كده يعمل ايه؟ ابديت واحد على كل ايه؟ على كل 10. يعني لو عندي 1000 يبقى والسايز 10 يبقى هيعمل ايه؟ 100 ابديت، تمام. عرفنا الفرق ما بين الاس جي دي والباتش والميني باتش. الاس جي دي كل ويت بيعمل له ايه؟ ابديت. يعني عندنا 1000 ويت هيحصل له 1000 ابديت. الباتش بيحسب التفاضل لكل الويت ويحسب الافريج بتاعهم وبعد كده يعمل ابديت مره واحده للويتس، تمام. بعد كده الميني باتش بيحدد السايز ب10 واحنا عندنا 1000، يبقى هيعمل كل 10 هيجيب الافريج، هيحسب التفاضل ويجيب الافريج وبعد كده يعمل ابديت واحد لكل 10. يعني لو عندنا 1000 هتبقى 100 ابديت، تمام. وادي شكل الاس جي دي، وادي شكل ايه؟ الباتش او الميني باتش. ده شكل الباتش. الميني باتش بيكون ما بين ده وده بس، تمام. تمام. طيب ماشي. ايه هو المومنتم؟ المومنتم افتكر دايما القصة بتاعت القطر دي. هل القطر وهو ماشي لو انت قلت له يقف او لو انت عاوزه يقف، هل هتدوس على زرار يخليه يقف في لحظتها؟ اكيد لا. هيفضل ايه؟ لو انت عاوزه يقف هيفضل يبطأ 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 لحد ما يقف، او يعني يدوس فرامل لحد ما يقف، يهدى شو، يبطأ 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 لحد ما يقف، صح؟ تمام. ليه؟ عشان عنده عزم، تمام. طيب آه... طيب ادي لو الويت اهو مثلا، ادي الرسمة، تمام. والويت ادي في مينيمم ويت وفي هنا مينيمم ويت، بس ده لوكال مينيمم وده ايه؟ الجلوبال مينيمم اللي هو ايه؟ احسن مينيمم للويت، تمام.
لو انا مش عامل مومنتم هيجي الويت كده، وبعد كده يروح كده، هيقول له اقف، يقف في لحظتها. فكده انا ايه؟ وقفت عند اللوكال مينيمم مش الجلوبال مينيمم. تمام. لكن لو عندي مومنتم الويت هيعمل كده، يعمل كده، يعمل. وبعد كده يروح هنا هيقول له يقف، يبطأ شوية. تمام. وهنا هيقول له يقف، يبطأ، يقف، يبطأ، يقف، يبطأ، لحد ما ايه؟ ما يبقى هنا. تمام. بس كده. فلو الويت ما عندوش مومنتم هيقف في لحظتها، مش هيوصل للجلوبال. تمام. لكن لو عنده عزم او مومنتم هيبطأ، بس هيكمل ايه لحد الجلوبال. تمام. الخلاصة ليه بندي الويت ليه بندي للويت مومنتم؟ عشان عشان نتجنب اللوكال مينيمم. تمام. تمام. طيب الكوست فانكشن. الكوست فانكشن اللي هي الايرور، لو طلعت قيمة كبيرة يبقى في ايرور كتير، لو طلعت قيمة صغيرة يبقى الايرور كويس، ولو طلعت صفر يبقى الناتج صح. نفس في الداتا سيت هو نفس اللي طلعته النيورال. تمام. تمام. ادي المين سكوير ايرور، نص في الدي وفي الواي. تمام. تمام. وده بنستخدمه في ايه؟ في الريجريشن. تمام. تمام. طيب الكوست فانكشن. الكوست فانكشن اول حاجه فيها وهي الباينري كروس انتروبي. الباينري كروس انتروبي. تمام. الباينري كروس انتروبي دي بنستخدمها في ايه؟ في الباينري كلاسيفيكيشن. في الكلاسيفيكيشن الباينري، يعني اديله داتا، هل دي مثلا قطه ولا لا. تمام. هو ده ايه؟ الباينري كلاسيفيكيشن. طيب الباينري كروس انتروبي المعادله بتاعته كده. تمام. دي حاجه من الكوست فانكشن اسمها ايه؟ باينري كروس انتروبي. معادلتها كده. تمام. المعادله دي لو حطينا الدي بواحد هيطلع لنا كده، لو عطينا الدي بزيرو هيطلع لنا كده. يعني لو عوضنا عن الدي هنا بواحد هيطلع لنا كده، لو عوضنا عن الدي بزيرو هنا هيطلع لنا ايه؟ دي. تمام. الدي دي اللي هي الإجابة الصح، اللي هي الإجابة اللي في الداتا سيت. تمام. لكن الواي دي الحاجة اللي النيورال توقعتها، أو النيورال طلعتها. تمام. أو بمعنى أصح، تمام، إن الدي هي الأكتشوال أوتبوت، والواي هي التارجت، قصدي الدي اللي هي الإجابة الصح اللي في الداتا سيت، اللي هي إيه؟ اللي هي تارجت اوتبوت، اللي هي دي اللي هي التارجت اوتبوت، الحاجة اللي احنا عاوزين نوصل لها، أو التارجت اللي موجود في الداتا سيت. أما الواي دي اللي هو الأكتشوال اوتبوت اللي طلع لي. تمام؟ تمام. ده المعنى اللي ايه؟ اللي ماشيين بيه في السلايدات. تمام؟ طيب فكده. طيب تعالى نختبرها. تمام. نختبرها ازاي؟ اهو الإجابة الصح اللي في الداتا سيت، تمام، بواحد، وهي مثلا طلعت واحد، فلن الواحد بزيرو، فلن الواحد بزيرو، فكده الكوست فانكشن بزيرو، يبقى كده طلعت ايه؟ زي ال زي الداتا سيت، يعني مفيش ايرور. طيب لو الإجابة اللي في الداتا سيت أو التارجت اوتبوت واي، التارجت اوتبوت واحد، واحنا طلعنا في الاكتشوال اوتبوت زيرو، فالإجابة غلط، صح؟ فلن الزيرو بما لا نهاية، لن الزيرو بما لا نهاية.
وهكذا برضو هنا الإجابة الصح زيرو وإحنا طلعناها زيرو، فهنا ولن واحد ناقص زيرو، واحد ناقص زيرو يعني لن الواحد يعني زيرو. طب لن هي طلعت بزيرو وإحنا طلعناها بواحد، يعني هي الإجابة الصح زيرو وإحنا طلعناها في النيورال واحد، فلن واحد ناقص واحد لن يعني لن زيرو بما لا نهاية. تمام. ليه بنحط سالب هنا؟ عشان لو الواي أصلا بقيمة سالب يطلع سالب، فكده سالب في سالب بموجب. تمام يعني كده. ففهمنا الباينري كروس انتروبي ماشية ازاي. تمام. تمام. طيب باينري كروس، وفي حاجة تانية كمان، هل الباينري كروس انتروبي ينفع نستخدمها في المالتي كلاسيفيكيشن؟ لا، دي في الباينري كلاسيفيكيشن بس، مش في المالتي، في الباينري كلاسيفيكيشن. طيب في حاجة تانية اسمها categorical cross entropy، دي بقى في الايه، في المالتي كلاس كلاسيفيكيشن. تمام. تمام. دي المعادلة بتاعتها لازم أكيد نذاكرها، هي ودي. تمام. وهنا بنستخدم حاجة اسمها one hot encoding. الوان hot encoding شكله كده، اللي هو أول صف واحد والباقي أصفار، تاني صف زيرو واحد صفر صفر، تالت صف زيرو زيرو واحد زيرو، رابع صف زيرو 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 واحد. تمام. طيب بس فلو في، طيب يعني ايه categorical cross entropy برضو؟ يعني لو في 10 كلاس انبوت يخرج 10 نيورون اوتبوت. يعني اهو مثلا عندنا 3 انبوت ماشي، يعملوا كل حاجة هنا وبعد كده يطلعوا لنا 3 اوتبوت. تمام. تمام. هو ده ايه؟ هو ده الوان هوت انكودينج. طيب في حاجة بقى، تمام، في حاجة اسمها ايه؟ السوفت ماكس اكتيفيشن او السوفت ماكس لاير. تمام. ادي انبوت داخله على السوفت ماكس هتطلع اوتبوت بالشكل ده. تمام. تمام. بنحل بقى الكلام ده ازاي؟ تعالى اول حاجه هنجيب الاس دي هنجيبها ازاي؟ هنجيبها بتساوي اي اس الرقم ده، واي اس الرقم ده، واي اس الرقم ده، واي اس الرقم ده. تمام. نجمعهم، الناتج اللي هو ايه هيكون اس. طيب بعد كده عاوزين نطلع دي، هنعمل ايه؟ هنعمل اي اس ده على الاس اللي احنا جبناه، هيطلع ده يعني اي اس واحد بواحد من عشرة على الاس، هيطلع لنا ايه ده. اي اس اتنين واتنين من عشرة على الاس هيطلع لنا دي. تمام. كل حاجة، كل اوتبوت مقابل لايه؟ للانبوت بتاعه. تمام. عرفنا ازاي نجيب اوتبوت لو في انبوت دخل في السوفت ماكس لاير او في السوفت ماكس اكتيفيشن. تمام. تمام. معلومات بقى لازم تكون عارفها، ان لما نجمع ده وده 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 هيدينا ايه؟ يعني مجموع الاوتبوتس من السوفت ماكس بكام؟ بواحد. تمام. اقل قيمة ممكن تبقى هنا تبقى موجودة في الاوتبوت كام؟ صفر. اكبر قيمة ممكن تكون موجودة كام؟ واحد. تمام. عرفنا، فهمنا سوفت ماكس لاير. طيب هنا مثلا تعالى يعني ايه الكاتيجوريكال كروس انتروبي، تعالى نختبرها زي ما اختبرنا
الباينري كروس زي ما اختبرنا دي طلعت لنا الكلام ده. نختبر برضو ايه الكاتيجوريكال كروس انتروبي. تمام. طيب وليكن ان الإجابة اللي في الداتا سيت كده. تمام. الإجابة اللي في الداتا سيت اللي هو التارجت اوتبوت هو كده، والإجابة اللي احنا وصلنا لها من النيورال أو الأكتشوال اوتبوت هو كده. تمام. عاوزين نختبرها ازاي؟ بص، التي دي اللي هي ايه؟ التي دي اللي هي ال القيم اللي في الداتا سيت اللي هي التارجت. طب والبي اللي هي الإجابة اللي طلعت لي من النيورال اللي هي الأكتشوال. طيب ماشي. فكده احنا دي اللي هي دول. تمام. دي صفر، دي في الأول صفر في أي حاجة بصفر، وهنا صفر في أي حاجة بصفر، وهنا واحد. الواحد دي واحد في لوج الايه؟ القيمة اللي طلعت لي من النيورال. واحد لوج رقم قريب من الصفر، يعني اعتبرها لوج صفر. تمام. بيدينا رقم كبير أو ما لا نهاية. يعني لو لوج صفر بما لا نهاية، لو رقم قريب من الصفر يبقى هيدينا رقم كبير، يبقى الإجابة غلط. ليه إجابة غلط؟ عشان هيدينا كل دول بصفار وده برقم كبير. هل هل ده هو أكبر قيمة في دول؟ أكيد لأ. يعني أكيد ده مش أكبر قيمة. أكبر قيمة اللي هي إيه؟ اللي هي دي. فالمفروض هنا هو الواحد. تمام. بس كده. مهم إن إحنا نعرف القانون ده، ومهم إن إحنا نعرف نحل السوفت ماكس لاير، ومهم نعرف إن الكاتيجوريكال كروس انتروبي بيستخدموه في المالتي كلاس كلاسيفيكيشن. تمام. ماشي. vanishing gradient overfitting. هو فاضل خلاص، يعني بنفنش، مش فاضل كتير. تمام. نعرف ان الفيديو طول بس قربنا خلاص، مفيش حاجة تانية خلاص. طيب الفانيشنج جريدينت احنا اتكلمنا عنها. الفانيشنج جريدينت دي اتكلمنا عنها. تمام. والحل بتاعها ايه بقى؟ الفانيشنج جريدينت ان احنا نستبدل السيجمويد بالريلو. تمام. عشان احنا بنستخدم السيجمويد كتير. كنا في الرسمة اللي فوق خالص ساعة ما كنا بنحل الفورورد والباكورد كنا بنستخدم ايه؟ السيجمويد. فاحنا لو استبدلناها بالريلو هنحل مشكلة الفانيشنج جريدينت دي. تمام. ومشكلة الاوفر فيتنج دي ايه؟ قلناها فوق. تمام. وده المثال اللي احنا شرحناه فوق ساعة ما كنا بنشرح الجريدينت، فانيشنج جريدينت. تمام. طيب ماشي. وده برضو اللي احنا قلناه. هل لو ما حطيتش activation function اعرف اعمل falsify زي كده؟ بس ده كلاس. بص، ده عمله كلاس وده عمله كلاس وده عمله كلاس. تمام. هل لو ما حطيتش activation هيطلع لي كده؟ لا، مستحيل. ليه؟ عشان كده النيورال نتورك مش هتعرف تحله. هيحصل يعني ايه؟ هيحصل كده. لو شلت الاكتيفيشن هيحصل كده. ده كلاس وده كلاس وده كلاس. طبعا الشوية دول غلط، الشوية دول مش في مكانهم، الشوية دول مش في مكانهم. فايه هيحصل كده يعني. تمام. اهو هتيجي تجمعهم في الذات هيديك نفس ايه؟ نفس المعادلة دي.
100 لاير جمعتهم في لاير واحد. تمام. والاكتيفيشن بتبقى نون لينير عشان تعمل كلاسيفاي زي كده. تمام. هو دي ايه حتة النون لينير واللينير. النون لينير هيطلعه لك كده، لكن اللينير هيطلعه لك كده. طب يعني ايه الفرق؟ يعني ايه النون لينير واللينير؟ اللينير اللي هو الفانكشن بتطلع خط مستقيم. النون لينير بتطلع اكتر من خط، مثلا كده كده كده. الريلو رسمتها كده، ان السالب بصفر والبوزيتيف بايه؟ بالقيمة نفسها، صح؟ دي نون لينير. تمام. طالما في اكتر من خط يبقى نون لينير. ماشي. categorical cross entropy اللي هي دي. تمام. احنا قلناها. الريجولاريزيشن احنا قلناها برضو، و السوفت ماكس قلناها. تفاضل الكاتيجوريكال كروس انتروبي. تفاضل الكاتيجوريكال كروس انتروبي كده. ايه كده؟ لو القيمة اللي انا جبتها، لو القيمة صح، يعني لو القيمة بتساوي القيمة اللي في الداتا سيت، لو القيمة اللي طلعت من النيورال هياها القيمة اللي موجودة في الداتا سيت، يبقى كده ايه؟ يبقى كده طبق دي اللي هي ايه؟ اللي هي القيمة اللي غلط، القيمة الصح اطرح منها واحد. القيمة الغلط، لو القيمة غلط مش نفسها هي اللي في الداتا سيت، سيبها زي ما هي. هو ده تفاضل الكاتيجوري كده بكل بساطة. خلاص. لو الإجابة طلعت صح اطرح واحد، لو الإجابة طلعت غلط سيبها زي ما هي. تمام. يعني لو الإجابة بتاعت النيورال زي الإجابة بتاعت الداتا سيت اطرح منها واحد، لو مش زي بعض وغلط سيبها زي ما هي. تمام. ده إثبات إثبات إثبات. في الآخر طلع هنا وطلعها هنا، بس الإثبات مش علينا. طيب هنا مثال بتفاضل الكاتيجوريكال كروس انتروبي. هو قال لك إن عندنا داتا سيت زي كده، واللي في النص هي صح والباقي غلط، أو correct class was the middle one. تمام. يعني ده الصح يبقى نقص منه واحد. 3/10 ناقص واحد هيساوي -7/10. ودي غلط زي ما هي، ودي غلط زي ما هي، بس. تمام. وكده كده الكود مش علينا. يعني أتمنى أكون عرفت أوضح المحاضرة وأشرحها بشكل كويس، ونكون فهمنا الباك فورورد والباكورد بشكل كويس. وبس. شكرا ليكم.